السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعي النهارده ما شاء الله يعني حلو قوي، مليان قيمة غذائية عالية، وهقولك عليه. وبسيط جدا وهينفع السندوتشات المدرسة، وهينفع جنب أكلة سلطة. آه، بينفع كل وقت. ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة. المكونات بتاعي: أنا هحتاج بطاطس مسلوقة، تمام، وهحتاج بقدونس، وهحتاج شطة، وهحتاج كمون، والزبدة. بصوا حتة الزبدة قد ايه، يعني 3 قطع زبدة كده. وهحتاج ملح، وهحتاج معايا خل كمان، محتاجة معايا الخل، تمام، ومعايا خل. هبدأ أهرس البطاطس ديت اهو. بصوا انا سلقاها حلو قوي، ههرسها بقى بالهراسة كده. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. الاكله دي خفيفه جدا، لو مستعجله ولا انت بره ولا انت في اي حته، وعايزه تيجي تعملي اي حاجه كده سندوتشات بسرعه، ممكن تكسري عليها بيض كمان. بس لو كسرتي عليها بيض ما بتحطيش عليها الخل، تمام. تهرسيها بقى كويس جدا، ويا ريت تبقى هي سخنه، وهي سخنه تحطي عليها الزبده بتاعتك عشان تسيح، يعني هي دلوقتي سخنه. انا مش عايزه اطول الفيديو قوي برضو عشان ايه. بصوا هي سخنه، الزبده بدات تسيح اهي. وتهرسيها بقى كويس قوي، مش لازم قوي برضو قوي عشان ما ايه يعني، ما تحسيش بتاكلي مهلبيه. يعني هي بطاطس مهروسه كده عاديه جدا، تمام. تحطي التوابل بتاعتك، توابل تاني: ملح وشطه وكمون، واحط شويه خل، يعني مثلا تقريبا كده ايه، بصوا، معلقه كده. كل المكونات دي تتقلب مع بعض. الزبده بدات تدوب عشان البطاطس سخنه، تبقى زي السلطه كده، بيبقى طعمها وريحتها جميله. في ناس بتزود توم يعني احيانا، بس انا ما بحبش توم قوي، يعني لان عشان لما يقعد ما يعملش ريحه مثلا في البطاطس، ولو قعدت تقدري تستعمليها تاني. بحط بقى البقدونس عشان كمان يتقلب مع بعض. بقدونس انا مصفياه كويس جدا. بصوا بحب احط بقدونس كتير، بحب احط بقدونس كتير لانه بيبقى حلو جدا. العصافير عامله مشكله. هقلب بقى كل ده، تبقى احلى سلطه بطاطس بسرعه كده. انا حاسه ان انا عايزه ازود خل تاني، هزود خل تاني. بتفتح النفس قوي 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 قوي، مفيده للاطفال. السندوتشات جنب الاكل بتبقى روعه. بصوا انا قلبتها كويس جدا اهي، ما شاء الله كميه جميله وفيها بركه كده. هعمل ايه بقى؟ انا عايزه ازود شويه شطه، يعني حبه كده كمان اهو، حبه كمان اهو. وانا حطيت برضو نقطه خل كده اهو كمان. الخل بيدي طعم حلو قوي قوي. تاكلي بقى احلى بطاطس في الدنيا مع الليمون، تبقى جميله جدا. وتعملي بقى سندوتشات للولاد. ونصيحه بقى مني، والله نصيحه غاليه: اي وقت بتعملي لابنك ولا بنتك سندوتش في المدرسه، لازم تحطي معاه حاجه خضراء. لازم حاجه خضراء ياكلوها، بدل الشبسيات والحاجات اللي بيقعدوا ياكلوها لما مفهملهاش اي داعي ده. بس بتتقدم بقى كده جميله: زبده، فلفل، زبده، شطه، وملح، وخل، وبقدونس، بس، وبطاطس مهروسه. تحفه تحفه تحفه. جربوها بنفس الطريقه دي وهتعجبكم جدا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني في فيديوهات اخرى.